4 غلطات وقعت ناس كتير جدا وهم بيبنوا البيرسونال براندنج بتاعهم. خد بالك منها واوعى تقرب لهم. في رحلة البيرسونال براندنج في نوعين من الناس. واحد، ناس بتقع وبتتعلم بس ده بيحصل بعد ما يكونوا دفعوا تمن كبير. اتنين، وناس تانية بتسمع وبتفهم وبتتجنب ان هي تقع في الغلطات دي من الاساس. علشان كده انا دلوقتي هقولك على 4 غلطات لو عاوز تدمر البيرسونال براندنج بتاعك قبل ما يبدأ اعملهم. واحد، الناس اللي وقعوا ركزوا على الشكل قبل ما يركزوا على الرسالة. عمل لوجو، تصميم بروفايل، فوتو سيشن، بس مفيش رسالة واضحة، مفيش موضوع واضح هو بيتبناه في الرسالة بتاعته. والنتيجة كانت ان الناس بتقول والله البراند ده شكله حلو بس محدش فاهم هو بيعمل ايه بالظبط او بيركز على ايه. علشان كده انا عايزك تبني معنى للبراند بتاعك الاول والشكل هيكمل عليه تلقائيا. اتنين، نسخوا من ناس تانية، دخلوا يقلدوا بس ترندات او جمل محفوظة او اسلوب مش بتاعهم علشان يجمعوا لايكات او يظهروا بسرعة. والنتيجة ان الناس خدت عنهم وجهة نظر انهم مجرد كوبي من حد تاني. علشان كده انا عايزك تشتغل على اسلوبك حتى لو ما كانش افضل حاجة في الاول، بس كفاية انك بتعبر صح عن نفسك. 3، بدأوا يبيعوا قبل ما يبنوا ثقة. اول بوست عملوه كان عرض، تاني بوست كانوا بيبيعوا كورس، تالت بوست كان بيتكلم عن المبيعات. وهنا كان لازم الناس تبعد عنهم علشان ما كانش في علاقة أو ثقة اتبنت ما بينهم وما بين العملاء بتوعهم. علشان كده أنا عايزك تبقى حريص إنك تدي قيمة حقيقية للعملاء بتوعك، ولما الناس تقتنع هم اللي هيطلبوا إنهم يشتروا منك مباشرة. 4، ما كانش عندهم صبر، قعدوا شهرين وما طلعوش ترند، فجأة وقفوا واستغنوا عن حلمهم ونجاحهم وكل الطموحات اللي كانوا بيخططوا لها، فراح المجهود وضاع البراند من قبل حتى ما يتولد. علشان كده انا عايزك تتاكد ان البيرسونال براندنج مش مجرد سباق 50 متر وخلاص، ده ماراثون متجدد باستمرار. واخيرا، مش لازم تكون عبقري بس خليك ذكي وما تكررش الغلطات اللي غيرك وقع فيها. اقرا وافهم وخد العبره. شاركني كده في الكومنتات لو وقعت قبل كده في غلطه منهم ويا ترى خرجت منها ازاي. هستنى ردك في الكومنتات. السلام عليكم.